برامج المقالب يتقاضى الفنان فيها مبلغ كبير جدا عند اختاره بانه برنامج مقالب، يعني لما بيبقى عارف، وده مقابل المجهود الحقيقة التمثيلي اللي بيبذله الفنان في الحلقة. فنان أحمد السقا مثلا واحد من الفنانين اللي ظهروا في البرامج الرمضانية هذا العام، وتحديدا في برنامج رامز قرش البحر، وتقاضى مبلغ 25,000 دولار عن مشاركته في البرامج الرمضانية، لكن العام ده رفع أجره ل 35 دولار، يعني ما يعادل 250,000 جنيه. فنان حمادة هلال كان بيتقاضى في العام الماضي مبلغ 50,000 جنيه، رفع أجره العام ده ل 70,000 جنيه. الفنانة نجلاء بدر من الفنانات برضو اللي رفعوا أجرهم أضعاف، فكانت بتتقاضى مبلغ 15,000 بقت 40,000 جنيه هذا العام. تقاضى أيضا الفنان السوري باسم يخور هذا العام مبلغ 20,000 دولار مقابل الظهور في برنامج فوقش في المعسكر، وهو بيعتبر من الوجوه الجديدة اللي بتظهر في هذه النوعية من البرامج. الفنانة أيضا ريم البارودي تقاضت في العام الماضي مبلغ 15,000 جنيه في ظهورها في البرامج الرمضانية، العام ده وصل 20,000 جنيه. أيضا الشقيقتان مي سليم وميس حمدان اشترطوا في العام الماضي الحصول على مبلغ 30,000 جنيه في البرامج الرمضانية كل منهم يعني، لكن العام ده رفعوا أجورهم. مي سليم 40,000 جنيه، شقيقتها ميس حمدان تخطى ليصل 50,000 جنيه. أيضا النجمة داليا البحيري تتقاضى في العام الماضي مبلغ 70,000 جنيه عن ظهورها في البرامج الرمضانية، رفعت أجرها العام ده ليصل ل100,000 جنيه. والفنانة المطربة الشعبية أمينة أيضا بتتقاضى هذا العام 40,000 جنيه بعد ما كانت بتتقاضى 25,000 جنيه. على الجانب الآخر في مجموعة من الفنانين لم تتغير أجورهم العام ده، وبيتقاضوا زي ما كانوا بيتقاضوا العام الماضي أو اللي قبله، زي مي كساب 40,000 جنيه، ده ما تغيرش المبلغ. الفنانة اللبنانية نيكول سابا 100,000 جنيه أيضا لم يتغير. أيضا سعد الصغير 30,000 جنيه زي العام الماضي. والفنان محمود عبد المغني الفنان الكوميدي أيضا سامح حسين أجورهم تراوحت في الظهور في البرامج الرمضانية دي في العام الماضي وهذا العام ما بين 50 و60,000 جنيه. وأخيرا فنانة فيفي عبده